لو عندك ربع كيلو من صدور الفراخ او من وراك الفراخ ايا كان، تقدري تحوليه لكيلو من الكفتة وهتطلع معاكي تحفة زي ما انت شايفاها كده. وكمان هتسويها على عين البوتاجاز لو انت الفرن بتاعك مش شغال زي ما انت شايفة. وهتزوديها كمان بحاجات كلها اقتصادية وموفرة ومغذية جدا لولادك. قبل اي حاجة ما تنسيش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعملي لي اشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس وتحطي لي لايك، عشان ان شاء الله لو كملتي الفيديو ده للاخر هتستفيدي منه كتير لانه فيديو موفر جدا. وولادك هيعشقوا الكفتة ديت جايز اكتر كمان من الكفتة اللحمة، لان معظم ولادنا بيحبوا الكفتة الفراخ. لما تبتدي اللي انت تنوعي لهم فيها وتعملي لهم منها كفتة هيعشقوها جدا. سندوتشات بقى ياكلوها كده عادي خالص. تعالي بقى نسمي بالله كده ونخش الفيديو ونشوف عملنا الكفتة الموفرة الاقتصادية دي ازاي. معايا نص كوباية من البرغل المنقوع ومتصفي. تقدري تعمليها في الكبة بتاعتك زي ما انت شايفة كده، وتحطي عليها بصلاية، وتحطي عليها فلفل حامي، فلفل الوان، فلفل بارد اللي انت عايزاه. ومعايا صدر واحد بس من الفراخ، يعني ربع كيلو وجايز كمان اقل من ربع كيلو. تعالي بقى هوريكي هنحوله لكمية كبيرة ازاي. هحط ده كده كله مع بعضه ياخد كده طحنة معايا في قلب الكب. لو انت ما عندكيش كبة هقولك تعمليها ازاي. تقدري تجيبي المبشرة، الصدر بتاعك يكون مجمد وتبشري الصدر بتاعك، هينزل معاكي كأنك فرماها بالظبط في الكب. ضربناها في الكبة هنبتدي عندنا شوية من الخضرة زي ما انت شايفة كده. تبتدي برضو اللي انت تضربيها معايا خلطة الفراخ، تتبيلة الفراخ، وتحطي ملح وفلفل اسمر 7 بهارات، كل التوابل الحلوة اللي انت بتحبيها حطيها زي ما انت شايفة كده. ضربناها حلوة قوي. عندي بقى نص كيلو من البطاطس المهروسة، نص كيلو من البطاطس المسلوقة. تقدري تهرسيها بالكوباية او بالبتاع اللي بتضغط دي بتهرس، او بايد الهون. وتقدري ان انت كمان تديها لفة كده معاكي في قلب الكبة، هتبقى معاكي بوريه خالص. هبتدي احط عليها شوية ملح، شوية كمون، شوية فلفل اسمر بساط جدا. وهبتدي احط عليها البهارات اللي انا حطيتها على الخلطة ديت. الخلطة المكونة من بصل، من فلفل، من خضرة، من ربع كيلو صدور فراخ، من نص كوباية من البرغل. تقدري تحطي البرغل وتقدري تستغني عنه، إيه اللي يريحك، يبقى كفاية البطاطس بس انا كان عندي شوية البرغل دول فقلت احطهم. ايه بقى اللي هيمسك لنا الخليط الجميل ده كده كله في بعضه؟ هنحط نص كوباية من الدقيق. تقدري تتحكمي بقى في الدقيق اللي انت يعني وانت بتعجنيها بايديكي تقدري تتحكمي في السمك بتاعها. حطيت اهوت الدقيق. هبتدي بقى انا اقلبها بايدي، ايدي نضيفه زي الفل طبعا، والحاجه دي انا هاكلها انا وولادي. انت بقى تتحكمي فيها بايديكي، هي هتدي معاكي تلزيقه بسيطه، ده لازم. التلزيقه دي بتاعت البطاطس، لان البطاطس يعني اتفرمت حلوه قوي، اتفرمت كده يعتبر بقت ميه. الاحسن ليها اللي انت تهرسيها بايد الهون. هتبتدي بقى كل شويه تحطي شويه دقيق بشويه دقيق اهو. كل ما احس ان هي لسه عايزه معايا شويه تتماسك احط شويه دقيق. ممكن تحطي بقسماط، يبقى معاكي الدقيق ومعاكي البقسماط اللي موجود عندك حطيه. اهم حاجه تحطي حاجه تشرب السوائل بتاعتك. هلم العجينه بتاعتي، لازم يبقى فيها تلزيقه شويه زي ما انت شايفاها كده حبيبه قلبي. هجيب بقى شويه زيت كده وادهن ايديا وابتدي اللي انا اصبعها. الاحسن ليها ان انت تدخليها التلاجة لمده نص ساعه. انا طبعا عملتها في ساعتها لان انا كنت مستعجله، بس الافضل ليها اللي انت تدخليها التلاجة لمده نص ساعه. اهي بتتصبع معاكي زي الكفته الرز زي الفل. تقدري بقى تسويها باربع طرق.
تقدري تصبعيها كده وترصيها في اطباق وتحطيها تتجمد في الفريزر، وتطلعيها تعمليها بيض وبفيجيتار وتقليها. وتقدري تقليها زي الكفتة ام رز، وتقدري اللي انت تسويها على عين البوتاجاز من فوق زي ما انا سويتها. انا ما عملتش الكمية كلها، انا يعتبر عملت ربع الكمية والباقي شلته في الفريزر، صبعتها وشلتها. وتقدري كمان الأحلى تسوية ليها هو الفرن، لان لو هتلاحظي كده في اول الفيديو هتحس ان هي ادتني لون احمر شويه من تحت. انا مسويها على عين البوتاجاز من فوق، واديتها يا دوبك وش بسيط من الشوايه، لكن خدت مني آه حمار كده من تحت. ليه؟ عشان على عين البوتاجاز. لكن الافضل ليها تسويه الفرن، هتطلع معاكي احلى كمان ما انا كنت عاملاها. وألف هنا وشفا ليك يا حبيبة قلبي. وصفة اقتصادية جدا، ووصفة موفرة جدا، فعلا تستاهل الوصفة دي ان هي تطلع ترند. وتقدري تعمليها باللحمة، تقدري تعمليها بالجمبري، تقدري تعملي فيها اي حاجة انت عايزاها. وما تنسيش الاشتراك للقناة، وان انت تفعلي الجرس، وكمان تحطي لايك جميل وكومنت جميل منك حبيبة قلبي، يسعدني. واسيبكم بقى في رعاية الله. زي ما انت شايفة كده حبيبة قلبي، عملتها معاكي وقلتلك كمان الطرق اللي انت تقدري تسويها بيها، نتيجة تبقى طالعة حلوة جدا معاكي وناجحة ان شاء الله بإذن الله. وازاي كمان تفرزيها في قلب الفريزر. اسيبكم بقى في رعاية الله، واقول لكم السلام عليكم، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. ومع السلامة.